لو رجعت بالزمن 12 سنة لورا وتقريبا في أول بطولة جمهورية لعبتها في حياتي وتقريبا في أول طريق الاحتراف في الشطرنج، كان دايما أول ما حد يلعبني نقلة الدي 4 كنت بلعب اف 5 الداتش ديفنس أو الدفاع الهولندي، وكنت ببقى مبسوط وأنا بلعبه، كنت بعمل بيه نتائج كويسة. ولكن كان دايما أصدقائي بينصحوني لا، وقف الداتش ديفنس والعب افتتاح قوي. الداتش مش افتتاح قوي، كنت اقول لهم لا، انا دارس كورسات عن الافتتاح ده، الافتتاح ده فيه خبايا كتير بعمل بيه نتائج كويسه. ولكن اول ما اخدت القرار ان انا لا، هوقف الداتش ديفنس وهجرب ان انا العب نقله الدي 4 دي 5، اللي بالمناسبه بعد نقله السي 4 سي 6 التفريع اللي انا هرشحه لك في الفيديو ده اكتر افتتاح بيلعبه كارلسن في حياته بالشكل ده. فبالتالي لما نقلت من افتتاح مش مشهور لافتتاح بيلعبوا كارلسن او بيلعبوه ابطال العالم، لقيت ان في فرق شاسع. بعد الفيديو ده على طول هتلعب اول دور ليك بافتتاح كارلسن المفضل. ايه اللي هنتعلمه في الفيديو ده؟ هنتعلم 6 تفريعات. طبعا ما تقلقش خالص، الفيديو هتلاقيه متقسم من تحت. تعالوا نشوف ايه هم الست تفريعات اللي احنا هنتعلمهم. طيب بعد نقله الدي 4 دي 5 هو مش مجبر ان هو يلعب نقله السي 4، ولكن في الموقف ده هو عنده تفريعين اساسيين بالاضافه طبعا لتفريع السي 4. التفريع الاولاني اسمه فيري سوف، ان هو ينتشر بالحصان مباشره، ما يلعبش نقله السي 4 ولكن ينتشر بالحصان، طالب بسرعه ان هو يلعب نقله الاي 4. هنعرف بالظبط ازاي نرد على التفريع ده. التفريع الثاني طبعا مشهور جدا وغني عن التعريف، وهي نقله البيشوب اف 4 او اللندن سيستم. التفريع ده ليه مشهور؟ لان هو ببساطه سيستم. يعني ايه سيستم؟ يعني انا بلعب نفس النقلات تقريبا هي ايا كان خصمي هيلعب ايه، فبالتالي مناسبه جدا للمبتدئين. وحتى دلوقتي اللعيبه المحترفين بقوا ساعات بيلعبوا نقله البيشوب اف 4. طبعا اللندن سيستم هنعرف ازاي نرد عليه صح. طيب ثالث تفريع وهو ببساطه انه يلعب نقله السي 4، وهنا انا بلعب سي 6 بحمي البيدق بتاعي في المركز. ثالث تفريع هنا ان هو ممكن ياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، ده بنسميه اكستشينج فاريشن او تفريع التكسير، هنتكلم عليه برضو. ولكن طبعا هو مش اجباري ان هو ياكل بيدق في بيدق. في الموقف ده ممكن يفكر ان هو ينتشر بالقطع بتاعته عادي، وهنا انا ببساطه بنتشر بالقطع، ينتشر بالحصان. وهنا هو بيختبرني، بيقول لي دلوقتي قدامك انك تخرج بالفيل بتاعك، ولكن هنا الصح ان انا ما اخرجش بالفيل. ليه ما اخرجش بالفيل؟ طبعا هو الافضل دايما انك تخرج بالفيل بعدين تقفل بحيث تعرف تخرج بكل القطع بتاعتك. ولكن المشكله ان انا بمجرد ما بخرج بالفيل، اذا كنت هقفل او مش هقفل، على طول بيقابلني بنقله الكوين بي 3، وبقابل مشكله في مربع البي 7. فبالتالي لا، افضل نقله هي نقله الاي 6، وانا هوريك ازاي ان الفيل ده عمره ما بيكون مشكله في الافتتاح ده. بعد نقله الاي 6 في الموقف ده هو عنده 3 تفريعات اساسيه. ما تقلقوش خالص، زي ما قلت لكم الفيديو هتلاقيه متقسم من تحت، فممكن تتنقل لاي جزء من الفيديو. وعامه انا هسيب لك رابط الدراسه عشان تراجع الافتتاح وتقدر تحفظه كويس، هسيبه لك في جروب التليجرام، هسيب لك رابط الجروب في اول كومنت. في الموقف ده هو عنده 3 تفريعات. التفريع الاول اسمه كاتالان، ان هو يلعب جي 3، عايز يلعب بيشوب جي 2 وبعدين يكمل انتشار، يحاول يلعب كوين سي 2 ويبيت ويجي بالرخ ويحضر نقله الاي 4 في نقله واحده. تفريع اسمه الكاتالان، هنعرف ازاي نرد عليه كويس. التفريع الثاني ان هو ممكن يلعب اي 3 ويدافع عن البيدق اللي في مربع السي 4 مباشره، ده اسمه موران، ده برضه هنعرف ازاي نتكلم عليه او سوري ازاي نرد عليه. والتفريع الاخير اسمه كامبريدج سبرينج، ان هو يخرج بالفيل في افضل مكان، دايما افضل مكان للقطعه هو ابعد مكان، فهو خرج بالفيل لابعد مكان. بيقول لك ان انا النقله الجايه هلعب اي 3، فبالتالي هبقى خرجت بكل القطع بتاعتي. لا، مش هلعب اي 3 واقفل على الفيل بتاعي، لا انا هخرج بالفيل الاول بعدين العب نقله الاي 3. تعالوا بقى نتكلم على كل التفريعات دي. في البدايه بس افكرك انك تعمل اشتراك لو انت مهتم ان مستواك يزيد في الشطرنج. طبعا ما تنساش انك تشير القناه لاصدقائك عشان الفايده تعم. بعد نقله الدي 4 انا بلعب نقله الدي 5، وهنا زي ما قلت لكم هو مش مجبر ان هو يلعب نقله السي 4، ولكن تعالوا نبدا باول تفريع ان هو يلعب نايت سي 3. التفريع ده بنسميه فيري سوف. زي ما قلت لكم فكره الفيري سوف ان انا مش بضغط على طول على مركز الرقع، ولكن بنط بالحصان، طالب ان انا العب نقله الاي 4. ولكن طبعا مشكله نقله الفيري سوف اللي هي النايت سي 3، النقله دي مش كويسه، لان نقله الاي 4 اللي هي الفكره الاساسيه من نقله النايت سي 3 الفكره دي مش بتتحقق، فبالتالي النقله دي بتبقى نقله سيئه. وكتير من المواقف دي في وسط الطور بتضطر انك تمشي بالحصان عشان تزيح العسكري ده وتحمي المركز بتاعك، فبالتالي النقله دي مش كويسه. تعالوا نشوف ازاي نرد عليها. في الموقف ده انا بلعب نايت اف 6 على طول مباشره، بمنع الفكره الاساسيه بتاعت الابيض انه يلعب نقله الاي 4.
وفي الموقف ده الابيض يبقى عنده نقله من اتنين، يا اما يفكر ان هو يكمل على الفكره الاساسيه بتاعته ان هو يحاول ان هو يخرج بالفيل يضغط على الحصان اللي حامي مربع الاي 4، او ان هو ينتشر بالفيل بشكل طبيعي من مربع الاف 4. تعالوا نشوف لو فكر ان هو ينتشر من مربع الاف 4، لان في الموقف ده انا ممكن اغلط واخسر الدور بسهوله. لو فكرت في الموقف ده ان انا انتشر بالحصان، طبعا النقله دي نقله سيئه جدا. عامه في افتتاح بدأ الوزير يفضل انك ما تنتشرش ابدا بالحصان في المكان ده. دايما البدأ ده انا بستخدمه اذا كان بزيحه خطوه او اذا كان بزيحه خطوتين، لكن الحصان يقف قدام البدأ ده استحاله اعمل حاجه زي كده. وطبعا السبب الثاني اني اوريدي في الموقف ده انا بخسر مباشره بعد ما بينط بالحصان طالب البيدق. لو حصاني كان واقف هنا كان حصاني بينط هنا حامل البيدق، ما عنديش مشكله. حصاني بينط هنا والنقله اللي بعديها بمشي الحصان وما عنديش اي مشكله، حصاني ممكن يرجع من هنا او استغل حصاني في المربع ده وازيح البيدق تاني العب سي 5، فبالتالي ما عنديش مشكله. ولكن عشان حصاني انتشر من هنا دلوقتي هو طالب البيدق ده مرتين، البيدق ده ملوش اي حمايه، بضطر ان انا العب اي 5، وهنا هو ببساطه بياكل فيل في بيدق. طبعا هو اوريدي كسب بيدق في الموقف ده، تاكل الفيل بياكل بالبيدق، هو اوريدي كسبان بيدق. فبالتالي بعد نقله البيشوب اف 4 طبعا مش بنتشر بالحصان في الموقف ده هنا، ولكن بلعب اي 6 طالب. طبعا انا قفلت على الفيل، ولكن انا هدفي ان انا بسرعه استغل ان الحصان واقف في مربع سيء. ازاي استغل حاجه زي كده؟ ان انا طالب ان انا اخرج بالفيل واربط الحصان ده. ولكن قبل ما نشوف خروج الفيل تعالوا الاول نشوف لو فكر ان هو يكمل في الفكره الاساسيه بتاعته ان هو ينط بالحصان ضاغط على البيدق. زي ما قلت لكم انا ما عنديش اي مشكله، انا بنتشر بالحصان حامل البيدق. النقله اللي بعديها اذا كنت بلعب سي 6 او اذا كنت بلعب بيشوب دي 7 بطرد الحصان ده من مكانه، بعدين ممكن العب سي 5 او ان انا ارجع بالحصان في مربع السي 7. طبعا النقله دي تضييع وقت ملهاش اي لازمه. فبالتالي بعد نقله الاي 6 بيفكر في الموقف ده الابيض ان هو يكمل انتشار يلعب نقله الاي 3، وهنا على طول انا بخرج بالفيل في ابعد مكان رابط الحصان بتاعه، وطالب ان انا انط بالحصان اضغط على الحصان بتاعه اكتر. فهنا منطقي ان هو يفكر ان هو يلعب بيشوب دي 3 عشان يحاول ان هو يمنع نطة الحصان. لو فكرت انك تنط بالحصان ممكن افكر ان انا اكل فيل في حصان، ولكن في الموقف ده انا بلعب نقلة قوية، بلعب سي 5. فكرة السي 5 ايه؟ انت لو لعبت اي حاجة وليكن مثلا اتش 3 خلاص انا بكسب الدور، بزيح البيدق طالب فيلك ترجع بالفيل بنط بالحصان، الحصان ملوش حماية وبكسب الدور، بكسب على الاقل بيدق في الموقف ده. فبالتالي دلوقتي انا طالب ان انا ازيح البيدق، ما عندكش حل غير انك تاكل بيدق في بيدق. وهنا طبعا انا مش باكل فيل في بيدق، مش برجع بالفيل بتاعي، ممكن افكر ان انا اكل فيل في حصان واخلي له البيادق بتاعته بشكل سيء، ولكن مش افضل حاجه. افضل حاجه في الموقف ده هي ان انا انتشر بالحصان بتاعي في 2. طالب ان انا النقله الجايه اكل حصان في بيدق ودوري كويس جدا خلاص. طالب في وقت من الاوقات ان انا اكسب تفوق الفيلين، حصاني واقف في مكان كويس. طالب ان انا ممكن انط بالحصان اضغط على الحصان بتاعه، معايا عمود نص مفتوح ممكن اجي بالرخ واضغط على الحصان بتاعه. فبالتالي بعد نقله النايت سي 3 انا بنتشر بالحصان. لو فكر ان هو يلعب بيشوب اف 4 لا انا بلعب اي 6 طالب ان انا اجي بالفيل ربط الحصان ودوري كويس. ولكن تعالوا نشوف بقى النقله الاهم ان هو يخرج بالفيل ضاغط على الحصان، طالب ان هو يلعب نقله الاي 4. في الموقف ده زي ما قلت لكم الفكره الاساسيه من نقله النايت سي 3 ان هو عايز يلعب نقله الاي 4، فمهم جدا انك تمنع النقله دي على قد ما تقدر. في الموقف ده على طول بلعب بيشوب اف 5، مش هاممني ان هو ياكل فيل في حصان، لان فيل في حصان انا باكل بالبيدق. حتى الان انت ما حققتش نقله الاي 4، معايا تفوق في لين. البيدق ده مش بيدق ضعيف، لا بالعكس البيدق ده بيديني بيدق قوه لانه بيدافع عن الملك بتاعي. بعد مثلا ما العب سي 6 وبيشوب دي 6 وبيت، البيدق ده بيدافع كويس جدا عن الملك، وطبعا هيبقى معايا تفوق في لين، فبالتالي انا مش خايف من حاجه زي كده. ولكن في الموقف ده هو ممكن يكمل في الفكره ان هو عايز يلعب نقله الاي 4، فبيلعب اف 3 طالب ان هو يلعب نقله الاي 4. يعني مثلا لو لعبت اي حاجه فخلاص هو بياكل فيل في حصان، باكل بالبيدق وبعدين يحقق نقله الاي 4. فهنا مهم جدا ان انا احمي الحصان بتاعي، فبنتشر بالحصان حامل حصان. وهنا هو الفكره الاساسيه بتاعته ان هو عايز يلعب نقله الاي 4. لو لعب اي 3 خلاص انا ما عنديش مشكله، كده انت تخليت عن الفكره الاساسيه بتاعتك، فبالتالي الحصان هنا في مكان سيء.
فممكن تفكر في الموقف ده انك تلعب مثلا كوين دي 2 وتأجل نقلة الاي 4 على امل مثلا ان انا لو لعبت اي 6 ساعتها الحصان ده بقى مربوط، ممكن افكر ان انا العب اي 4، ولكن في الموقف ده عادي انا بلعب اي 6 ونقلة الاي 4 ما زالت ممنوعة، لاني في الموقف ده ببساطة انا باكل بيدق في بيدق. تاكل بالبيدق هنا ممنوع ان انا اكل بالحصان، لان لو كلت بالحصان بتاكل وزيري، ولكن في الموقف ده ببساطه انا باكل فيل في بيدق وكده انا كسبت بيدق. لو فكرت انك تاكل حصان في فيل انا باكل بالحصان طالب وزيرك، ولو فكرت انك تاكل فيل في حصان انا باكل بالحصان ما عنديش مشكله. فبالتالي بعد نقله الاي 6 ممنوع برضو انك تلعب نقله الاي 4. ممكن تفكر هنا انك تبيت طويل، ولكن هنا انا بلعب سي 6. خلاص كده انا حميت المركز بتاعي. نقله الاي 4 النقله دي ما زالت ممنوعه مش موجوده. النقله اللي بعد كده انا بلعب بي 5، طالب ان انا العب بعديها بي 4 اهاجم على جناح الوزير بتاعك. حتى الان انا لسه مبيتش، ممكن العب بيشوب اي 7 بحيث في اي وقت من الاوقات ابقى جاهز على طول ان انا ابيت في نقله واحده. طبعا بعد نقله البي 5 وزيري ممكن يخرج من هنا، او ممكن العب اي 5 اي 4 بعدين اخرج بالوزير. فبالتالي لا، انا لسه ما بيتش، ولكن الهجوم عليك انت اقوى من الهجوم عليا. بالعكس انا ملكي واقف في امان في مركز الرقعه. فبالتالي بعد نقله النايت سي 3 الفيريسوف انا مش خايف من التفريع ده. تعالوا نخش على التفريع الثاني، وهو بعد نقله الدي 4 انا بلعب دي 5، وهنا هو بيلعب نقله البيشوب اف 4 بينتشر بالفيل على طول لندن سيستم او تفريع لندن. في الموقف ده انا بلعب سي 5 على طول، وهنا هناخد شويه قواعد هتسهل لي ان انا العب ضد الافتتاح ده، لان الافتتاح شويه فيه تفريعات كتير، ولكن هناخد قاعدتين اساسيين. القاعده الاولى هي ان اول ما خصمك يخرج بالفيل على طول قابلها بنقله السي 5. ليه بقابلها بنقله السي 5؟ لو فكرت مثلا ان انا انتشر بالحصان وهو مثلا ينتشر بالحصان او يلعب مثلا في الموقف ده اي 6 او اي 3 سوري، هنا نقله السي 5 بقت صعبه. ليه؟ لانه ببساطه بياكل بيدق في بيدق، وهنا صعب ان انا استرد البيدق. طبعا مش بقول ان الكلام ده غلط، ولكن عشان استرد البيدق انا محتاج ان انا لسه ازيح البيدق، وهو ممكن يفكر ان هو يحمل بيدق باي شكل ما، فلا انا مش عايزه يحمل بيدق اصلا. فبالتالي بعد نقله البيشوب اف 4 على طول بلعب سي 5، وهنا هو ممنوع ان هو ياكل البيدق. ليه ممنوع ان هو ياكل البيدق؟ لان دلوقتي انا بلعب اي 6 طالب فيل في بيدق، البيدق ملوش حمايه. ليه ملوش حمايه؟ لانك لو فكرت مثلا انك تلعب بي 4 النقله الوحيده اللي بتحمل بيدق، فانت بتخسر الدور مباشره. هات الفيل، هات الرخ. فبالتالي انا ما بستناش في الموقف ده، ما بستناش ان هو يلعب هنا اي 3، ما بلعبش اي نقله مثلا ان انا انتشر بالحصان فيلعب اي 3 يبقى الفيل بتاعه محمي. يعني انتشرت بالحصان لعب اي 3 سي 5 باكل بيدق في بيدق، بزيح البيدق. في الموقف ده بيلعب بي 4 عادي. لا، بيشوب اف 4 بلعب سي 5، وهنا ممنوع ان هو ياكل بيدق في بيدق. ممكن يفكر ان هو يلعب اي 3 بنتشر بالحصان. وهنا القاعدة التانية اللي هناخدها اني انا مش بنتشر بالحصان ده، مش بلمس الحصان ده غير لما هو ينتشر بالحصان. ليه مش بنتشر بالحصان ده؟ لاني في حالات كتير ساعات بفكر ان انا العب اف 6 مش ان انا انتشر بالحصان من هنا. فبالتالي القاعدة الاولى لو هو خرج بالفيل قابلها دايما بالسي 5. القاعدة التانية لو هو انتشر بالحصان انتشر بالحصان زيه. في الموقف ده لو فكر ان هو يلعب سي 3، فكره السي 3 ان هو بيحمي المركز وبيحضر ان هو يخرج بالوزير من هنا. ساعتها في الموقف ده انا مش بلعب اي 6 زي في تفريعات كتير واسيب الفيل من جوه، ولكن في الموقف ده انا بخرج بالفيل عادي. ما عنديش اي مشكله ان هو يخرج بالوزير من هنا. لو خرج بالوزير ساعتها انا بلعب كوين دي 7 بدافع عن البيدق بتاعي. خلي بالكم في اي وقت من الاوقات طول الوقت ممنوع ان هو ياكل بيدق في بيدق. ليه ممنوع ان هو ياكل بيدق في بيدق؟ لو كلت بيدق في بيدق اي 5 على طول هات الفيل، والنقله اللي بعديها باكل فيل في بيدق. ولكن لو كل بيدق في بيدق اوعى تلعب اي 6 في الموقف ده، والا بيلعب بي 4 يحمل بيدق. ولكن خلاص انا انتشرت بالحصان، ممنوع انك تاكل لاني بلعب اي 5 وبعديها على طول باكل فيل في بيدق. فبالتالي ممنوع انه ياكل بيدق في بيدق، ولكن هنا بيلعب كوين بي 3 طالب البيدق. ببساطه بلعب كوين دي 7، ما زلت مش حامي ده لاني طالب ان انا العب اي 5 واكل فيل في بيدق. لو فكرت في الموقف ده انك تنتشر بالحصان، طالب انك تنط بالحصان من هنا، ساعتها في الموقف ده دي الحالة الخاصة الوحيدة ان هو بينتشر بالحصان، مش بنتشر بالحصان زيه. ليه مش بنتشر بالحصان زيه؟ لان هو هنا طالب ان هو ينط بالحصان في المربع القوي ده. طبعا لو نط بالحصان هنا هضطر ان انا اكل حصان في حصان، وبعد شويه هيجي بالفيل، هيبقى الوتر ده ضعيف جدا. ولكن في الموقف ده انا بلعب اي 6
بقول له هنا لو نطيت دلوقتي انا ما عنديش مشكله، انا باكل حصان في حصان وبعدين بلعب A6 بمنع البيشوب B5. لو فكرت انك تيجي بالفيل ربط الحصان، فانا في الموقف ده بلعب F6 بمنع ان الحصان ينط هنا ودوري كويس جدا. بعد شويه بفكر ان انا اجي بالفيل اكسر الفيل ده، بنتشر بالحصان ابيت، وفي وسط الدور باجي بالرخ واحاول ان انا احضر نقله الاي 5. يبقى ملخص الدور ده ببساطه دي 4 بلعب دي 5، اول ما يخرج بالفيل دايما قبله بنقله السي 5. في الموقف ده لو فكر ان هو يلعب اي 3، طبعا زي ما قلت لكم ممنوع ان ياكل لاني بلعب اي 6، ممنوع البي 4 لاني بلعب كوين اف 6. لو فكر ان هو يلعب اي 3 بنتشر بالحصان، ممنوع انك تاكل والا بلعب اي 5. اول ما ينتشر بالحصان انتشر بالحصان. لو لعب في الموقف ده سي 3، هناخد دلوقتي لو لعب نايت اف 3. لو لعب في الموقف ده سي 3 بيشوب اف 5، يخرج بالوزير طالب البيدق، بخرج بالوزير ادافع عن البيدق. يخرج بالحصان طالب ان هو ينط من هنا، ما عنديش مشكله بلعب اي 6. لو نطيت بالحصان انا باكل حصان في حصان وبلعب اي 6. لو جيت بالفيل رابط الحصان بلعب اف 6، ما عنديش اي مشكله في الموقف ده. ولكن تعالوا نشوف في الموقف ده لو فكر هنا ان هو ما يلعبش نقله السي 3 يدعم المركز ويحضر الكوين بي 3، ولكن لو فكر ان هو ينتشر بالحصان بتاعه، في الموقف ده بنرجع للقاعده القديمه ان هو لو انتشر هو بالحصان بتاعه انا كمان بنتشر بالحصان بتاعي. هنا انا بنتشر بالحصان. وهنا خلي بالكم من حاجه، لو فكر انه ياكل بيدق في بيدق نقله الاي 5 ما بقتش موجوده، لان ببساطه المربع ده محمي بقطعتين، ولكن ببساطه انا بلعب اي 6 نقله البي 4 ممنوعه، النقله اللي بعديها باكل فيل في بيدق ودوري كويس. فبالتالي بعد نقله النايت اف 6 ممكن يفكر في الموقف ده ان هو يلعب سي 3، بيفكر ان هو برضو يرجع للفكره القديمه ان هو ينتشر بالوزير هنا. ولكن في الموقف ده انا مش بستناه، انا بنفسي اللي بلعب نقله الكوين بي 6، طالب ان انا اكل وزير في بيدق. لو فكر هنا ان هو يلعب كوين بي 3، ودي اشهر نقله، ان هو يجي بالوزير في وشي بفكره ان انا لو كسرت وزير في وزير بياكل بالبيدق وبيحاول ان هو يضغط على، بيبقى معاه عمود مفتوح ودوره كويس. ولكن في الموقف ده انا بلعب نقله قويه، بلعب سي 4، بقول له هات الوزير بتاعك، انا عايزك انت اللي تاكل وزير في وزير، وساعتها دوري انا هيبقى كويس. يعني مثلا لو كلت وزير في وزير انا باكل بالبيدق، طبعا يبان ان البيدق ده بيدق ضعيف، ولكن ده نظريا. عمليا البيادق الضعيفه هي البيادق بتاعه جناح الوزير بتاعك، ده عشان توصل له مستحيل توصل له. يعني الشطرنج فيها جزء عملي، ازاي توصل للبدء ده مستحيل طبعا توصل له. تعالوا نشوف ممكن الدور يكمل ازاي. تنتشر مثلا بالحصان، بلعب بي 5 طالب ان انا ازيح البدء تاني، ونقله الاي 3 ما بتمنعش زيحه البدء لاني ببساطه بزيح البدء، تاكل بدء في بدء، باكل بالحصان كده انا فكيت العسكري الراكب، بقى معايا عمود مفتوح، حصاني واقف في مكان كويس، ودوري في الموقف ده دور كويس. فبالتالي بعد نقله السي 4 ممكن يفكر هنا الابيض ان هو ما ياكلش وزير في وزير، يفكر ان هو يرجع بالوزير هنا ويحاول يستغل ان انا لما زحت البيدق انا فكيت الضغط عن مركز الرقعه، فهنا ممكن يفكر ان هو ينتشر بالحصان ويحضر نقله الاي 4. طبعا لو نجح ان هو يعمل حاجه زي كده، يعني انا لو نمت لمده نقله واحده ولعبت اي حاجه وهو انتشر بالحصان هنا، خلاص دور الابيض كويس، لان نقله الاي 4 النقله دي قويه جدا، خصوصا بعد ما انا زحت البيدق وفكيت الضغط عن مركز الرقعه. ولكن في الموقف ده انا محضر نقله اقوى، وهي نقله بيشوب اف 5 طالب الوزير بتاعك. في الموقف ده خلاص دلوقتي انا طالب الوزير بتاعك، الوزير لو فكر ان هو يمشي خلاص انسى للابد نقله الاي 4، نقله الاي 4 خلاص ممنوعه للابد. فبالتالي دوري بقى كويس جدا، بلعب بعديها اتش 6 عشان احافظ على الفيل بتاعي، لو طلبني برجع بالفيل، فيل هنا بيفضل كويس جدا، بعدين بزيح البيدق بخرج بالفيل ببيت. في الموقف ده انا معايا مساحه في جناح الوزير، وكمان يعتبر معايا مساحه في مركز الرقعه. فبالتالي بعد بيشوب اف 5 ممكن يفكر هنا ان هو ياكل وزير في فيل، لان خلي بالكم الفيل مش محمي، ولكن طبعا انا مضحي الفيل لان في الموقف ده انا باكل وزير في بيدق طالب الرخه بتاعته، والرخه ملهاش حمايه. ولكن في فخ اخير لازم تبقى عارفه، ان بعد نقله البيشوب اي 2 اوعى في الموقف ده تغلط وتاكل وزير في رخ، والا بتخسر الدور على طول، لان هنا هو بيرجع بالوزير. دلوقتي هو حبس الوزير بتاعك، والنقله اللي بعديها بيفكر ان هو يبيت، وبعد كده بيحاول ان هو يضغط على الوزير وبتخسر الوزير بتاعك. ولكن بعد نقله البيشوب اي 2 انا ببساطه بلعب الاول اي 6، امشي بالوزير بتاعك، ممنوع انك ترجع بالوزير هنا، تمشي بالوزير وبعدين باكل الرخ، وكده انا بكسب الدور. يبقى ببساطه بعد نقله السي 3 في الموقف ده انا بلعب كوين بي 6، تيجي بالوزير بزيح البيدق في وشك، عايز تاكل وزير في وزير انا باكل وبفضل ان انا ازيح البيدق، رجعت بالوزير بيشوب اف 5 في وشك، طبعا الوزير لو رجع اتش 6 أأمن
هروب للفيل، بعدين اكمل انتشار ودوري كويس. فكر ان هو ياكل، لا خلاص انا باكل وزير في بيدق، بشرط ان هو بعد ما يلعب نقله البيشوب اي 2 لازم الاول العب اي 6 اطرد الوزير من مكانه، وبعدين اكل وزير في رخ، وكده انا كسبت الدور. ببساطه احنا كده عرفنا احسن رد على اللندن سيستم. تعالوا بقى نخش على تفريع التكسير بعد نقله الدي 4 دي 5 سي 4 سي 6. وهنا هو بياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، بيفكر ان هو ينتشر بالحصان. وهنا هناخد قاعده اساسيه، ايا كان خصمك هيلعب ايه، الثلاث نقلات اللي جايين انا حافظهم. هنتشر بالحصان هنا، هنتشر بالحصان هنا، وهلعب A6 ايا كان خصم هيلعب ايه. تعالوا نشوف اللي هيحصل. هنتشر بالحصان، يلعب مثلا بيشوب F4، هنتشر بالحصان، يلعب مثلا الحصان، وهنا انا بلعب A6. تعالوا بقى نشوف بعد الثلاث نقلات انا هعمل ايه. بعد الثلاث نقلات ممكن يلعب هنا في الموقف ده روك C1. خلي بالكم لو فكر هنا مثلا ان هو يلعب E3، خلاص انا ما عنديش مشكله، انا بكمل انتشار ان انا بخرج بالفيل، بلعب البيدق وبعدين بنتشر بالفيل وبعدين ابيت. تعالوا اقول لكم قاعده في الموقف ده مهمه جدا. ايه هي القاعده؟ انه لو لعب مثلا E3 بخرج بالفيل الاول قبل ما اقفل عليه، ما اقفلش على الفيل بتاعي، اخرج بالفيل وبعدين اقفل عليه. خلي بالكم دايما نقله الكوين بي 3 لازم احط النقله دي في حسباني، ولكن ببساطه انا بنط بالحصان طالب الوزير بتاعه، وهنا وزيره بيضطر ان هو يرجع ورا، وزيره بيضطر ان هو يرجع، وبكمل انتشار عادي. الكش دي ملهاش اي لازمه لاني بلعب بي 5. التضحيات دي ملهاش اي لازمه لاني ببساطه باكل وبعدين برجع بالفيل، كلت فيل في فيل، باكل بالوزير او باكل بالحصان، فبالتالي التضحيات ملهاش لازمه. فدايما بعد نقله كوين بي 3 بقابلها بالحصان من هنا. تعالوا نشوف لو فكر ان هو ينتشر عادي، انا بنتشر بالفيل. وهنا القاعده اللي انا عايز اقولها لك، لو فكر ان هو ينتشر بالفيل في 3 انتشر انت بالفيل في 2، لو فكر ان هو ينتشر بالفيل في 2 انتشر بالفيل ب3. ليه الكلام ده؟ لان ببساطه هو بيلعب اكستشينج فاريشن او تفريع التكسير، هو عايز يوصل لشكل سيمتريكال يعني شكل متشابه، هو عايز يتعادل في الدور ده من الاخر. فانا عايز احاول اعمل اختلافات على قد ما اقدر. ازاي بعمل حاجه زي كده؟ ان انا بعمل اختلاف ان هو لو انتشر بالفيل في 3 انا مش هعمل زيه وانتشر بالفيل في 3، ولكن لا انا هنتشر بالفيل في 2. طب لو هو انتشر بالفيل في 2 انا مش هعمل زيه، ولكن انا هنتشر بالفيل في 3. يعني مثلا انتشر بالفيل، باكل طبعا الاول فيل في فيل، بلعب E6، بعدين بنتشر بالفيل في 2 وبعدين ببيت. وهنا طبعا دور الاسود مش سيء، دور الاسود كويس جدا. طبعا الدور متعادل، ما بقولكش ان الاسود افضل، ولكن الاسود مش سيء في الموقف ده. فبالتالي بعد نقله الاي 6 ممكن يفكر في الموقف ده ان هو يلعب نقله خبيثه شويه، ان هو يلعب روك سي 1. فكره الروك سي 1 ايه؟ ان هو بيأخر شويه نقله الاي 3 وما زال بيلعب على فكره الكوين بي 3. هنا انا بكمل عادي كاني مش واخد بالي، بلعب بيشوب اف 5، بنتشر بالفيل طالب ان انا العب نقله الاي 6. وهنا هو بيلعب E3 وبيقول لك النقله عليك، هل هتلعب نقله الاي 6؟ وهنا اوعى تلعب بقى نقله الاي 6. ليه؟ لان لو لعبت نقله الاي 6 في الموقف ده هو ضيع نقله، ان هو حط الرخه بتاعته في مكان كويس، فبالتالي نقله الكوين بي 3 بقت موجوده. نقله الكوين بي 3 دي بتعمل لك مشاكل. يعني انا لو فكرت مثلا ان انا اجي بالوزير من هنا، الكلام ده مش كويس اكيد، وزيري هنا في مكان سيء، كمان الحصان ممكن ينط في المربعات دي، الرخ جت في وش الوزير، فبالتالي الوزير هنا مكانه مش كويس. لو فكرت ان انا اجي بالوزير من هنا برده مش احسن حاجه، لان الحصان بينط في وشي، فاذا الوزير مش عارف يحمل بيدق، والكلام ده مش كويس. دايما نقله الكوين بي 3 انا بقابلها بنقله النايت اي 5، ولكن المشكله ان انا لما لعبت نقله الاي 6 انا قفلت على رجعه الفيل. طب الكلام ده ممكن يسبب ايه؟ ممكن يسبب ان هو يديني كش ملك. وهنا لو فكرت ان انا العب نقله البي 5 انا بخسر الدور زي ما هنشوف دلوقتي. ولكن لو فكرت ان انا ارجع بالحصان برضو النقله دي سيئه جدا، انا طلعت بالحصان ورجعت، ببساطه بيبدا ان هو يضغط على الوتر ده، يطلع بالحصان ضاغط على الحصان، ما تنساش ان بعد شويه كمان الرخه هتضغط، فبالتالي الكلام ده مش كويس. ولو فكرت ان انا العب نقله البي 5 المشكله ان في الموقف ده الفيل بتاعي ما بيرجعش زي الاول، لان لعبت نقله الاي 6، باكل بيدق في بيدق، بياكل بالبيدق وبعدين بياكل فيل في بيدق بكش ملك. طبعا ملكي لو اتحرك دوري هيبقى سيء جدا. ولو فكرت ان انا اغطي بالحصان بيلعب بيشوب سي 7، هات الوزير وهات الحصان. طبعا النقلتين اللي حصلوا ان انا لعبت اي 6 سوقت او خليت الموقف بتاعي اسوأ، وهو جيب الرخ خلى الموقف بتاعه افضل. فبالتالي بعد نقله الاي 3 في الموقف ده اوعى في الموقف ده تلعب نقله الاي 6، ولكن هنا العب زيه، خليك حريص، العب روك سي 8 زيه، دافع عن
الحصان بتاعك. يلعب دلوقتي بيشوب اي 2، خلاص بقى تلعب اي 6. خلي بالك هو انتشر بالفيل في 2، القاعده بتقول لك لو هو انتشر بالفيل في 2 انتشر انت بالفيل في 3. تعالى بالفيل، تعالى نكسر فيل في فيل، ياكل بالفيل باكل بالوزير ودورك كويس جدا. يبقى ببساطه بعد نقله بيدق في بيدق انا باكل بالبيدق، وبعدين الثلاث نقلات اللي بعديهم انا حافظهم، بنتشر بالحصانين وبعدين بلعب اي 6. ودلوقتي هنبدا نفكر، لو فكر ان هو يلعب اي 3 ويلعب لعب طبيعي، خلاص انا بنتشر بالفيل بلعب البيدق، انتشر بالفيل في 2 بنتشر ب3، انتشر في 3 بنتشر في 2. ولو فكر في الموقف ده ان هو يلعب نقله لئيمه شويه، ان هو يلعب روك سي 1 ياجل نقله الاي 3، بنتشر بالفيل عادي يلعب اي 3. هنا اوعى تغلط وتلعب الاي 6 عشان دايما يبقى حاضر معاك نقله الكوين بي 3 بلعب عليها نقله نايت اي 5. هنا انا بلعب روك سي 8. تعالوا نشوف في الموقف ده لو فكر ان هو فعلا يلعب الكوين بي 3 دلوقتي ايه اللي فرق. لا الرخ هنا بقى مكانها كويس جدا، ساعتها انا بلعب نايت اي 5 والكش دي ما بقتش موجوده لان ببساطه بلعب بي 5. خلي بالكم دلوقتي حصان في بيدق اصلا مش موجوده لان ببساطه باكل الرخه بتاعتك كامله ببلاش. فاذا دلوقتي التضحيه مش موجوده، بتضطر انك ترجع بالوزير ورا، وطبعا دوري هيبقى كويس جدا. فبالتالي بعد نقله الروك سي 8 مضطر انه يلعب بيشوب اي 2 اي 6 وبعدين بنتشر بالفيل في 3 لان هو انتشر بالفيل في 2. وكده احنا عرفنا نرد صح على الاكستشينج فاريشن. تعالوا نخش على التفريع اللي بعده اسمه الكاتالان. وهنا انا لو ما عرفتش ارد صح على التفريع ده بسهوله خصمي ممكن ياخد عليا تفوق. هنا بيلعب دي 4 بلعب دي 5، يلعب سي 4 بلعب سي 6، بينتشر بالحصان بنتشر بالحصان، بيلعب نايت سي 3. وهنا نقطه مهمه جدا، ما تخرجش بالفيل بتاعك بره سلسله البيادق، لان اول ما بتخرج بالفيل بيبان ان الفيل في مكان كويس، لان بعد شويه بلعب اي 6 فبالتالي فيل يبقى احسن من ان هو يبقى واقف في مكانه. ولكن بمجرد ما بخرج بالفيل وازيح البيدق المشكله بتظهر عندي في مربع البي 7. بيلعب كوين بي 3 يبدا ان هو يضغط على بيدق البي 7، ينط بالحصان يضغط على الفيل بتاعي. فلا في الموقف ده افضل حاجه ان انا العب اي 6 واقفل على الفيل بتاعي. وفي الموقف ده ممكن يفكر ان هو يلعب تفريع الكاتالان، وهنا تفريع قوي لو انت ما تعرفش ترد عليه صح. هنا هو بيلعب مثلا نقله الجي 3. فكره الجي 3 ايه؟ ان هو بيستغل ان الفيل بتاعي جوه سلسله البيادق، فبالتالي الفيل واقف شويه في مكان سيء. يعني مثلا لو انا مش فاهم ولعبت اي حاجه ولعبت مثلا بيشوب اي 7 حاولت ان انا اكمل انتشار، ساعتها هو بيلعب بيشوب جي 2 بيبيت روك اي 8. طبعا الكلام ده مش صح، يجي بالرخ وهنا انا بنتشر بالحصان، وهنا هو بيلعب اي 4. ودلوقتي الابيض ببساطه معاه تفوق. ليه معاه تفوق؟ لان هنا انت لو كلت بيدق في بيدق بياكل بالحصان، مثلا فكرت انك تاكل بالحصان بياكل بالرخ، تنتشر بالحصان بيرجع بالرخ. شايفين اللي حصل؟ انا دلوقتي معايا سيطره على المركز، الفيل ده واقف في مكان قوي جدا مانع انك تنتشر بالفيل من الناحيه دي، مش عارف تنتشر بالفيل من هنا، وكمان ممنوع انك تلعب نقله الاي 5، فبالتالي فيلك بقى في وضع سيء. فمهم جدا بعد نقله الجي 3 ان انا ما اسمحش ان هو بعد شويه يحضر نقله الاي 4 زي ما شفنا من شويه. ولكن في الموقف ده على طول انا باكل بيدق في بيدق. فكره بيدق في بيدق ايه؟ ان هو لو عايز يسترد البيدق ممكن يفكر هنا ان هو يلعب مثلا نقله النايت اي 5، ينط بالحصان طالب ان هو ياكل حصان في بيدق. ولكن في الموقف ده انا بستغل الوقت اللي هو بيسترد فيه البيدق ان انا يبقى معايا انتشار كويس. هنا انا بنط بالحصان بقول له دلوقتي انا طالب الحصان بتاعك. لو فكرت انك تاكل حصان في حصان خلاص انا باكل بالفيل، وبعد شويه بلعب بي 5 وبحمي البيدق الزياده بتاعي. ولو فكرت هنا انك تمشي بالحصان تاني عشان تاكل حصان في بيدق، شايفين هو خسر نقله ان هو نط بالحصان عشان يروح ياكل البيدق، ودلوقتي انا انتشرت وهو خسر نقله تاني عشان ياكل البيدق. في الموقف ده انا بلعب بي 5 وهو بيخسر نقله تاني ان هو بيرجع بالحصان. بعديها بلعب بيشوب بي 7 ودوري كويس جدا. النقله اللي بعديها او بعد شويه يعني بنتشر الاول بالفيل وبيت، وبعدين بلعب اي 6 عشان احمي البيدق ده، وبعدين بلعب سي 5 وبكسر الفيل ده في الفيل ده ودوري بيبقى كويس جدا. فبالتالي بعد نقله الجي 3 انا لازم على طول ارد مباشره ان انا اكل بيدق في بيدق. خلي بالكم في الموقف ده انا لو صبرت نقله واحده مش هقدر اكل بيدق في بيدق. يعني مثلا لو لعبت بيشوب اي 7 بيلعب بيشوب جي 2، شايفين الفيل دلوقتي بقى في مكان قوي. بيدق في بيدق الفكره دي ما بتنفعش، لان ببساطه بينط بالحصان دلوقتي طالب انه ياكل حصان في بيدق. الفكره القديمه ان انا انط بالحصان اقول له هات الحصان بتاعك يرجع بالحصان، بعدين العب البي 5. البي 5 ما بقتش موجوده لانه ببساطه بياكل فيل في بيدق. فمهم جدا بعد نقله الجي 3 وقبل ما يخرج بالفيل
كل بيدق في بيدق، لان ساعتها النطه دي بلعب بي 5 مفيش فيل بياكل البيدق. في الموقف ده احنا قلنا لو فكر هنا ان هو يلعب نايت اي 5، لو فكر في الموقف ده ان هو ما يستردش البيدق ويلعب بيشوب جي 2 ويقول لك خلاص انت كسبت بيدق، انا بحاول ان انا اكمل انتشار واحاول اخد تعويض على البيدق ده، ولكن للاسف البيدق ده ملوش اي تعويض، لان في الموقف ده انا بنتشر بالحصان، مانع انك تنط بالحصان من هنا، لانك طبعا لو نطيت بالحصان عشان تسترد البيدق انا ببساطه باكل حصان في حصان، بعدين بكسر وزراء وبعدين بمشي بالحصان في المربع ده، وصعب انك تسترد البيدق في وسط الدور. يعني مثلا حصان في حصان تاكل بالبيدق، وزير في وزير تاكل مثلا بالملك، بنط بالحصان هنا بقفل لك الوتر ده، بعدين بلعب بي 5. فبالتالي بعد نقله النايت بي دي 7 النقله دي مهمه جدا عشان احمي البيدق بتاعي. يفكر مثلا هنا عشان يسترد البيدق، هو طبعا لو فكر ان هو ما يستردش البيدق ويلعب مثلا تبييت، خلاص انا بحمي البيدق النقله الجايه، دوري كويس جدا، معايا بيدق كامل زياده، ما عندوش اي تعويض في الموقف ده. لو فكر انه يلعب اي 4 مفيش اي تعويض، بلعب بيشوب اي 7. معاك مركز يبان ان هو مركز قوي، ولكن ببساطه يوم ما بتزيح انا بنط بالحصان هنا، النقله اللي بعديها ببيت بلعب بيشوب بي 7، بعد شويه ببدا ان انا ازيح البيادق، اعمل لنفسي بيدق سالك. فبالتالي لا، مهم جدا بعد نقله نايت بي دي 7 ان انا النقله الجايه طالب ان انا العب نقله البي 5، لان خلي بالكم لو لعبت دلوقتي نقله البي 5 مباشره بينط بالحصان ويبدا يضغط على البيادق بتاعتي. مهم جدا ان انا الاول انتشر بالحصان، النقله اللي بعديها العب نقله البي 5. في الموقف ده عشان يسترد البيدق بيفكر ان هو يلعب نقله الاي 4، يمنع نقله البي 5. وهنا انا هستخدم نفس الاستراتيجيه اللي استخدمتها في التفريع اللي فات، ان انا اسيبه يسترد البيدق، بس في نفس الوقت استغل الوقت دوت ان انا يبقى دوري كويس. في الموقف ده انا بلعب بيشوب بي 4، باجي بالفيل رابط الحصان، بيكمل ان هو يبيت، ببيت. وهنا عشان يسترد البيدق المناوره الوحيده اللي بتخليه يسترد البيدق انه يلعب كوين سي 2 وبعدين يمشي بالحصان طالب الفيل وبعدين ياكل وزير في بيدق، دي المناوره الوحيده اللي بتخليه يسترد البيدق. ساعتها انا بلعب هنا بعد ما بيلعب كوين سي 2 انا بلعب اي 5، بستغل المربع الضعيف ده بسيطر عليه اكتر، يمشي بالحصان طالب الفيل. طبعا انا مش زايح البيدق عشان احمي الفيل، ولكن انا زايح البيدق عشان اسيطر اكتر على المربع الضعيف ده. اول ما بيطلب الفيل طبعا انا بمشي بالفيل، بياكل وزير في بيدق، وهنا انا بلعب اي 5. انت نجحت انك تاكل البيدق، ولكن دلوقتي نقله الاي 5 نقله قويه، تلعب مثلا روك دي 1 في وش الوزير، بلعب كوين اي 7، بعد شويه باكل بيدق في بيدق وبنط بالحصان في مركز الرقعه. الفيل ده انا حده كويس جدا بالبيدقين دول، المربع ده قوي جدا، حصاني ممكن يفكر ان هو ينط هنا، ممنوع انك تزيح عليه، او كمان حصاني ممكن يفكر ان هو ينط هنا، فبالتالي الدور ده افضل بكتير. يبقى ببساطه ملخص الموقف ده ان بعد نقله النايت سي 3 انا بلعب البيدق وبقفل خالص على الفيل بتاعي، بفكره ان هو لو لاعب جي 3 قبل ما يخرج بالفيل بتاعه لازم على طول اكل بيدق في بيدق، ما استناش ان الفيل يبقى واقف هنا، ولو فكر انه ينط بالحصان انا بفضل اطارد الحصان بتاعه وبعدين بيبقى دوري كويس. ولو فكر ان هو يكمل انتشار انا بحضر هنا ان انا احمي البيدق بتاعي، ولكن ما ينفعش العب نقله البي 5 على طول والا بينط بالحصان وبيضغط على الوتر القوي ده. ولكن الاول بنتشر بالحصان، مانع نطه الحصان، طالب ان انا العب نقله البي 5، فلازم هنا عشان يمنع نقله البي 5 طبعا لو بيت خلاص بي 5 بحمي البيدق دوري كويس جدا، كسبان بيدق ببلاش. لو فكر انه يلعب A4 انا ما عنديش مشكله، ببدا ان انا اكمل انتشار عادي، وهنا انا بلعب A5 عشان اسيطر على المربع الضعيف، يطلب الفيل امشي بالفيل وبعدين بلعب E5، يجي بالرخ في وش الوزير كوين E7، النقله اللي بعديها بيدق في بيدق. طبعا لو هو سابني ممكن افكر كمان ان انا ازيح البيدق، ولكن بيدق في بيدق ونايت E5 دوري كويس جدا. تعال نخش على التفريع اللي بعده، تفريع اسمه ميران. هنا هو بيلعب D4 بلعب D5 C4 C6، ينتشر بالحصان بنتشر بالحصان. وهنا هو ممكن يفكر ان هو ينتشر بالحصان الاول، العب E6 وبعدين يلعب E3، او ان هو يلعب E3 الاول برضه بلعب E6 وبعدين ينتشر بالحصان. كأن في الموقف ده كأنه لسه زايح البيدق. هنا هو بيفكر لا انا مش هلعب G3 لان هو ببساطه بياكل بيدق في بيدق، ولكن لا انا هلعب E3 هدافع عن البيدق بتاعي، وبعد شويه في وسط الدور انا هلعب بيشوب D3 كوين C2 وبيت، واجي بالرخ وبعدين العب نقله الاي 4 واستغل بعد شويه ان برضو الفيل واقف في مكان سيء. ولكن في الموقف ده انا بكمل ان انا بنتشر بالحصان، بلعب نايت بي دي 7. بيلعب في الموقف ده
يا اما حاجه من اتنين، يا اما يلعب كوين سي 2 يا اما يلعب بيشوب دي 3. فكره الكوين سي 2 ايه؟ ان هو اول ما بيخرج بالفيل انا باكل بيدق في بيدق وبخليه يضيع نقله تاني بالفيل. مهم جدا ان انا مش باكل بيدق في بيدق غير لما يخرج بالفيل، عشان كاني اخلي الفيل يخرج في نقلتين. ففكره الكوين سي 2 الاول ان هو بيقول لك انا بستنى يمكن انت تاكل بيدق في بيدق، ولكن طبعا انت اوعى تعمل الكلام ده، لان ببساطه انت خليته يكسب نقله. في الموقف ده لو لعب كوين سي 2 هنشوفها دلوقتي، ولكن تعالوا نشوف لو لعب بيشوب دي 3 الاول. خلاص هو خرج بالفيل، فبالتالي على طول انا باكل بيدق في بيدق. بكمل ازاي في الموقف ده؟ ان انا بلعب بي 5 يرجع بالفيل، وبعدين بخرج بالفيل ده من هنا وبخرج بالفيل ده من هنا وببيت ودوري كويس. تقريبا نفس اللي هيحصل بعد نقله الكوين سي 2. يعني في الموقف ده مش لازم يلعب بيشوب دي 3، ممكن يلعب كوين سي 2. هنا اوعى تاكل بيدق في بيدق هتخليه يكسب نقله، ولكن انتشر بالفيل بتاعك في افضل مكان. طبعا افضل مكان هو مربع الدي 6. يلعب بيشوب دي 3، لا خلاص هو في الموقف ده ضيع نقله بالفيل بتاعه. ممكن افكر هنا ان انا مباشره اكل بيدق في بيدق، او ان انا ااجلها نقله ان انا ابيت وهو يبيت وبعدين اكل بيدق في بيدق. ياكل بالفيل كده انا ضيعت له نقله بالفيل بتاعه. دلوقتي انا عايز انتشر بباقي القطع كلها منتشره، مفيش غير بس الفيل ده. الفيل صعب ان هو ينتشر من هنا، فبفكر ان انا اكسب تيمبو تاني او اكسب نقله تاني، اكسب انتشار تاني على الفيل، اجبر الفيل بتاعه ان هو يرجع، وبعدين بلعب بيشوب بي 7. والشكل ده انت هتوصل له في كتير من ادوارك. فتعال نتعلم الخطه بتاعت الاسود في الموقف ده. تعال نفترض هنا ان الابيض مش بيلعب اي حاجه، ان هو مثلا بيرجع بالحصان. طبعا نقله مش هتتلعب في دوارك، بس بفهمك لو الابيض ما لعبش اي نقله في الموقف ده انا بكمل ازاي، وده مهم جدا في دراسه الافتتاحيات. في الموقف ده لما نيجي نبص على القطع هتلاقي ان تقريبا كل قطعه واقفه في افضل مكان، مفيش غير بس الفيل ده اللي مقفول عليه. فمهم جدا في الموقف ده ان انا لو حققت نقله السي 5 دوري يبقى افضل كمان من الابيض. بعد نقله السي 5 بفتح للفيل بتاعي، الفيل ده قوي جدا، كمان بهاجم على مركز الرقعه، بفتح للرخه بتاعتي بتيجي في وش الوزير، دوري بيبقى افضل. المشكله في نقله السي 5 ان البدأ ده مش محمي. فدلوقتي ازاي بقى احضر نقله السي 5؟ بفكر هنا ان انا احضرها رقم واحد ان انا العب مثلا A6 احمي البدأ ده ينتشر بالحصان، بعدين العب سي 5. دلوقتي دور الاسود افضل من دور الابيض. دلوقتي زي ما قلت لكم الفيل اتفتح له، الرخه هيتفتح لها، وزير ممكن يجي هنا، او ممكن كمان افكر ان انا اجي بالوزير هنا مهاجم على المركز، دوري كويس جدا. كمان مهاجم على الملك، يعني ممكن افكر ان انا العب كوين سي 7 هبقى ضاغط على البيدق ده. ممكن افكر ان انا اكل فيل في حصان بعدين فيل في بيدق، فبالتالي لا دوري افضل في الموقف ده. طيب هل الطريقه الوحيده لتحضير نقله السي 5 ان انا العب A6؟ لا، عندي طريقه ثانيه، وهي ان انا ازيح البيدق، اخلص من البيدق المتهدد. ان انا ازيحه الاول، اقول له هات حصانك، يمشي بالحصان وبعدين العب سي 5. نفس الفكره هي انا نجحت ان انا العب سي 5 بدون ما البيدق بتاعي يتاكل، وكده انا حررت الجيش بتاعي كله. دي الفكره الثانيه، ان انا ازيح ده بعدين ازيح ده. هل الفكرتين دول بس هم الوحيدين اللي في الموقف ده؟ لا، في فكره ثانيه، وهي ببساطه ان انا العب نقله السي 5 ايا كان حتى لو البيدق ده مش محمي، ان انا اضحي البيدق بتاعي اللي في مربع البي 5. طب هل الكلام ده ينفع؟ ينفع، لان ببساطه بعد نقله السي 5 انا زي ما قلت لكم انا بفتح للرخه بتاعتي، باجي كمان بالوزير، بفتح للوزير، بفتح للفيل، بهاجم على مركز الرقعه، بفتح اعمده واوتار كتير، فبالتالي معايا تعويض كافي عن البيدق اللي انا مضحيه. وطبعا فكره ان انا اضحي البيدق اللي في مربع البي 5 الفكره دي عملها ابطال عالم كتير. طيب ايه اللي انا محتاج اتجنبه في الموقف ده؟ ببساطه انا محتاج اتجنب ان خصمي يمنعني ان انا العب نقله السي 5. لو فكر خصمي ان هو يلعب نقله البي 4 ويحمي البيدق ده بشكل ما، اذا كان بالفيل او اذا كان بالبيدق، لو فكر خصمي ان هو يعمل حاجه زي كده، لا دوري هيبقى سيء. ليه؟ لان هو عنده بيدق هنا، او انا عندي بيدق متاخر في العمود ده واقف بالوزير في وشي، ممكن يجيب رخ كمان يضغط عليه. الفيل واقف محبوس مش عارف يتحرك والا بياكل البيدق. الفيل في وضع سيء، البيدق ضعيف، الرخ مش بتقدر تيجي هنا وازيح البيدق، فبالتالي لا ما بسمحش ان خصمي يعمل حاجه زي كده. طيب تعالوا نشوف افضل نقله في الموقف ده. طبعا ان هو مش هيرجع بالحصان، ولكن افضل نقله ان هو يجي بالرخ في وش الوزير. هنا انا بلعب كوين سي 7، بمشي بالوزير بتاعي من وش الرخ. وهنا الفكره الاساسيه بتاعتي زي ما قلت لكم انا عايز العب A6 وسي 5. ولكن لو فكر خصمي ان هو يلعب نقله الاي 4، قاعده مهمه جدا ان دايما نقله الاي 4 بقابلها بنقله الاي 5. مهم جدا هنا ان انا العب نقله الاي 5. لو اكل بيدق في بيدق انا ببساطه باكل بالحصان ودوري كويس جدا. بعد شويه بلعب A6 وبي 5، او ان انا ممكن كمان الافضل في الموقف ده ان انا ازيح البيدق
اطرد الحصان، لان الحصان ساعتها بيضطر ان هو يروح في مكان سيء اذا كان هنا او هنا، وبعدين العب سي 5. المشكله هنا في نقله الاي 6 وبعديها نقله السي 5 ان الحصان ممكن يجي هنا، ولكن لو مشيت الحصان وبعدين لعبت السي 5 لا دوري بقى كويس، بدات ان انا اضغط على البيدق الضعيف. طبعا ببدا ان انا اجي بالارخاخ بتاعتي في مركز الرقعه. يبقى الملخص بعد نقله النايت سي 3 وبعد نقله الاي 3 ان انا بنتشر بالحصان واستنى اول ما يخرج بالفيل واكل بعديها بيدق في بيدق. بعدين بلعب هنا نقله البي 5 وبعدين بنتشر بالفيل. هدفي ان انا العب اي 6 وسي 5 او ان انا ازيح وازيح او ان انا ازيح مباشره. هدفي ان انا امنعه ان هو يلعب نقله البي 4 والاي 3 او البيشوب دي 2 والبي 4، ان هو عامه يلعب نقله البي 4. لو فكر ان هو يجي بالرخ بلعب الوزير، ودايما نقله الاي 4 دايما بقابلها بنقله الاي 5. طبعا دلوقتي انا بدات ان انا اضغط على البيدق ده، باجي بالرخ اضغط عليه، بعد شويه ممكن ازيح البيدق وافتح للفيل واضغط اكتر على البيدق ده. تعالوا نخش على التفريع اللي بعده اسمه كامبريدج سبرينج. هنا بعد نقله الدي 4 بلعب دي 5 سي 4 سي 6، ينتشر بالحصان انتشر بالحصان ينتشر بالحصان، وهنا انا بلعب اي 6. في الموقف ده احنا شفنا لو فكر انه يلعب جي 3 ويخرج بالفيل من هنا لا انا باكل بيدق في بيدق. لو فكر ان هو يلعب اي 3 لا انا بنتشر بالحصان وبنتشر بالفيل باكل بيدق في بيدق، وبعدين بلعب بي 5 بيشوب بي 7 وبيت. لو فكر هنا ان هو يلعب بيشوب جي 5، فكره البيشوب جي 5 ان هو لا عايز يخرج بالفيل بتاعه في افضل مكان، وبعدين يفكر ان هو يقفل على الفيل بعد ما خرج بره سلسله البيادق، ويفكر ان هو نفس الكلام هو انه يبيت ويجي بالرخ ويحضر نقله الاي 4. في الموقف ده انا بلعب نايت بي دي 7 نفس التفريع اللي فات. لو كان لعب لي اي 3 كنت برضو بلعب نقله النايت بي دي 7، وهنا هو ممكن يفكر ان هو يلعب اي 3، وهنا انا بلعب نقله مهمه ان انا بلعب كوين اي 5 بخرج بالوزير. دلوقتي الفيل شويه بقى معزول، فببدا ان انا استغل الوتر ده. دلوقتي انا طالب ان انا انط بالحصان واضغط على الحصان بتاعه. يعني مثلا في الموقف ده لو فكر ان هو يلعب اي حاجه مثلا زي نقله الاتش 3 لا خلاص في الموقف ده هو بيخسر الدور. انا بنط بالحصان ضاغط على الفيل بتاعه وكمان ضاغط على الحصان. لو فكر مثلا ان هو يجي بالرخ يدافع عن الحصان بتاعه باكل بيدق في بيدق، ودلوقتي انا كسبت بيدق. ليه كسبت بيدق؟ لانك ما بتقدرش تاكل فيل في بيدق، والا ببساطه باكل الفيل بتاعك في حمايه الوزير. فبالتالي بعد نقله بيدق في بيدق بتضطر انك تدافع عن الفيل. وهنا انا بلعب مثلا بي 5 بدافع عن البيدق، دوري كويس جدا بكسب الدور. معايا طبعا بيدق زياده، فبالتالي بعد نقله الكوين اي 5 انا طالب ان انا انط بالحصان هنا. وطبعا في الموقف ده لو فكر ان هو ياكل فيل في حصان اهلا وسهلا، انا باكل بالحصان، بيبقى ساعتها معايا تفوق فيلين مقابل انت معاك فيل وحصان. بعد شويه الدور بيتفتح، الفيلين هيبقوا اقوى من الفيل والحصان، فبالتالي افضل نقله ليه ان هو ياكل بيدق في بيدق عشان يمنع نطه الحصان من هنا. ساعتها نطه الحصان مش هتبقى قويه. في الموقف ده انا باكل حصان في بيدق ضاغط على الحصان بتاعه. بيفكر ان هو يجي بالرخ يدافع عن الحصان، وهنا انا ببساطه باكل حصان في حصان ياكل بالبيدق. خلي بالكم لو فكر انه ياكل بالرخ انا ببساطه باجي بالفيل ربط الرخ وبكسب الدور. ولو فكر ان هو ياكل بالبيدق اوعى في الموقف ده تاكل وزير في بيدق، لانه ببساطه بيكمل انتشار، بيلعب بيشوب دي 3 وبيبيت، وبعدين معاه تعويض عن البيدق اللي هو خسره. انت معاك هنا فيل سيء، بالاضافه ان هو معاه اعمده مفتوحه، معاه مركز رقعه قوي، فبالتالي اوعى في الموقف ده تاكل وزير في بيدق. ولكن في الموقف ده انا بلعب الاول فيل بتيمبو. يعني ايه بتيمبو؟ يعني خارج مهدد حاجه، طالب الرخ بتاعته يمشي بالرخ. وهنا لو خدتوا بالكم هتلاقي ان الابيض معاه شويه اكثريه بيضاقيه في المركز، فدي مدياله مساحه ان هو ببساطه ممكن يفكر ان هو يزيح البيدق ويبقى معاه مساحه كبيره في المركز. فمهم جدا وانت بتتعامل مع خصمك اللي معاه مساحه انك تحاول تكسر اكبر كم من القطع. في الموقف ده انا لو نمت لمده نقله وفكرت مثلا ان انا ابيت، بيلعب الفيل من هنا، افكر مثلا ان انا العب بي 6 عايز اجي بالفيل واكسر الفيل بتاعه، لا في الموقف ده هو ببساطه بيبيت. باجي بالفيل بقول له تعالى نكسر الفيل ده، انا عايز اكسر قطع اكتر بحيث ما يبقاش عندي ضغط في المساحه. لا ببساطه بيلعب لك سي 4، ممنوع انك تكسر الفيل بتاعي. وبعد شويه بيلعب اي 4 اي 5 يجي بالوزير يجي بالوزير، وتلاقي ان الوضع بقى صعب جدا. فيلك ملوش اي لازمه بالمقارنه بالفيل بتاعه اللي هو واقف اسد بيهاجم على الملك بتاعك. فمهم جدا بعد نقله البيشوب اي 3
يمشي بالرخ بتاعته في الموقف ده. وقبل ما تبيت مهم جدا انك تلعب بي 6 عشان الاولويه ان انا اكسر الفيل القوي ده، وعامه الاولويه ان انا اكسر قطع لان انا عندي ضغط في المساحه. بي 6 يخرج بالفيل، باجي بالفيل بقول له تعالى نكسر فيل في فيل. نقله السي 4 ممنوعه لانك لسه ما بيتش، لو لعبت السي 4 باكل ملكك، ممنوع انك تلعب سي 4، بتضطر انك تبيت. باكل فيل في فيل، تاكل بالوزير، وهنا انا ببيت. يفكر مثلا ان هو يلعب روك دي 1 او يفكر ان هو يلعب اي حاجه في الموقف ده. الخطه بتاعتي ثابته، هي ان انا احط الرخ بتاعتي في العمود ده وبعدين ارجع بالفيل الاول يحمي الملك بتاعي. خلي بالكم الملك بتاعي لو فكرت في الموقف ده ان انا العب سي 5 على طول، بيفكر ان هو يزيح البيدق فيلي بره الدور ويبدا يستفرد بالملك بتاعي. ما عنديش قطعه تدافع عن الملك، ولكن مهم جدا ان انا الاول ارجع بالفيل ادافع عن الملك، والنقله اللي بعديها افكر بقى ان انا يا اما العب سي 5 يا اما العب اي 5، ابدا ان انا اهاجم على المركز بتاعه. يبقى ببساطه ملخص التفريع ده ان بعد نقله النايت سي 3 بلعب اي 6، بيجي بالفيل ربط الحصان بتاعي. في الموقف ده انا بنتشر بالحصان، بحمي الحصان، وبعدين باجي بالوزير طلب ان انا انط بالحصان. افضل حاجه انه ياكل بيدق في بيدق، باكل بالحصان ضغط على الحصان بتاعه. يجي بالرخ اكل حصان في حصان، ممنوع تاكل بالرخ والا باجي بالفيل بربطك. تاكل بالبيدق، اوعى تاكل وزير في بيدق، ولكن هنا انتشر بالفيل بتيمبو يمشي بالرخ. وهنا مهم جدا اوعى تبيت في الموقف ده، لازم تكسر اكبر كم من القطع، واهم قطعه طبعا في الهجوم على الملك هي الفيل الابيض. فبي 6 وتعالى نكسر الفيل. ممنوع تلعب سي 4 يبيت فيل في فيل ياكل بالوزير. وهنا ايا كان خصم هيلعب ايه، لا انا ببيت، باجي بالرخ وبعدين برجع بالفيل، بعدين بفكر ان انا العب يا سي 5 يا اي 5، احط الرخ هنا. دوري كويس جدا. لو انت عجبتك فكره انك تلعب افتتاحيات ابطال العالم، ما تلعبش افتتاحيات ضعيفه، فافتتاح ابطال العالم بامتياز هو افتتاح الرويلوبيز. بعد نقله اي 4 اي 5 انتشر بالحصان، ينتشر بالحصان، انتشر بالفيل لابعد مكان. لو عايز تدرس الافتتاح ده بقوه ممكن تتفرج على الفيديو ده. اكتب لي في الكومنتات اذا كنت بطل من الابطال اللي متابعينا لحد دلوقتي. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.